and the only, it's The Undertaker. There's only one Heartbreaker, Shawn Michaels. You may be 16-0 at WrestleMania, but I am Mr. WrestleMania. The Undertaker and Shawn Michaels came through big when the spotlight burned its bright. Look at this! Oh my! لكن عشان نفهم العداوة دي بجد فاحنا محتاجين نرجع لأصل الحكاية من الأول. الأنوار بتطفي مرة واحدة وترجع تشتغل عشان يظهر من الضلمة شخص ضخم وطويل بيمشي للحلبة ببطء، لابس فوق دماغه قبعة ولابس على جسمه بلط. The Undertaker هي هوية الشخص ده، شخص ما عندوش مشاعر، ما عندوش رحمة ولا شفقة بأي إنسان، مستحيل تقدر تخلص منه ولا تموته لأنه ميت بالفعل. شخصية عندها الهيبة والكاريزما اللي كانت تخلي أي إنسان محترم وخايف من وجودها. دقة أجراس الأندرتيكر اللي ما كانتش معناها إن في مصارع داخل، لأ دي معناها إن في حانوتي داخل يدفنك. الشخصية عجبت ناس كتير جدا لأنها كانت مختلفة عن كل اللي بيتقدم ساعتها في الاتحاد، وبالشخصية دي الأندرتيكر محتاجش أكتر من سنة واحدة بس عشان يكون على قمة الهرم في ال WWF. وفي نفس سنة فوز أندرتيكر ببطولة الاتحاد كان في شاب تاني بيبدأ مسيرته في الاتحاد، شاب وسيم متمرد مش بيقبل أي نقد ولا شايف إن في أي حد في المكان أحسن منه، بيمتلك خفة ورشاقة على الحلبة محدش شافها قبل كده. والشاب ده كان اسمه شون مايكلز اللي ظهر في فريق ذا روكرز مع صاحبه مارتي جانيتي. The other isn't any good. Oh, I knew he was gonna do that. No! Oh my God! شون مايكلز انقلب عن صاحبه وبدأ في تكوين شخصيته، شخصية الهارت بريك كيد، الشخصية اللي حققت نجاح عظيم جدا خلى مايكلز يبقى محطوط على بداية سلم المجد. طوال السنين من سنة 1992 حتى سنة 1997 الاتنين دول كانوا في طرق متوازية عن بعض، طرق بتعكس اختلافهم عن بعض. فمايكلز راح ورا السيطرة على الاتحاد وفاز ببطولة الاتحاد في الريسل مانيا سنة 96، وبعدها كون عصابة الدي اكس عشان يكمل بيها سيطرته على الاتحاد. والناحية التانية أندرتيكر كان بيبني مجد من نوع خاص، شخص ما بيخسرش في الريسل مانيا، ممكن تكسبه في أي وقت، لكن الريسل مانيا هي بيت الأندرتيكر. والاتنين كملوا كده لغاية وصلنا للسمر سلام 1997. اتحدد نزال بين الأندرتيكر وبريت هارت، لكن بإضافة حكم خاص، والحكم الخاص ده هو عدو بريت هارت الأول في الاتحاد شون مايكلز. وفي النزال مايكلز كان حكم عادل، والنزال بين تيكر وهارت كان سلس وممتع لحد ما قرر شون مايكلز يتدخل. وعن طريق الخطأ مايكلز بيتسبب في خسارة تيكر للنزال وخسارته للقب. وحتى بعد ده مايكلز بسبب غروره كان رافض الاعتذار لتيكر، عشان مع رفض مايكلز المستمر الرجل الميت قرر ان الضحية القادمة هي شون مايكلز عشان يتحدد النزال الاول بينهم في الان يور هاوس 1997. والاتنين قدموا نزال مقبول ويميل للجيد، بان فيه خوف شون مايكلز من الاندرتيكر، وتيكر دمر شون مايكلز طول النزال وكان قريب جدا من الفوز عليه وكسر هيبته. لكن عن طريق الدي كيو مايكلز قدر ما يخسرش وينجو من الاندرتيكر، عشان مع استمرار هروب مايكلز من تيكر في كل مواجهة بينهم يتقرر ان الهروب ده مش هينفع يكمل، وان العداوة دي لازم تكمل في مكان محدش فيهم هيقدر يهرب ويقدروا ينهوا الجحيم اللي ما بينهم فيه. النزال هيتلعب في قفص الجحيم، أول نزال قفص جحيم في تاريخ المصارعة الحرة. مبنى ضخم طوله يوصل ل20 قدم،
هو ده المكان المناسب لإنهاء كل الخلافات اللي بين الاتنين دول. عشان في باد بلاد 97 الاتنين بيدخلوا القفص ويتقفل عليهم من بره، وتيكر بيدمر مايكلز حرفيا. كل الغل اللي كان جوه تيكر طلع على مايكلز في النزال ده. عنف كان غير مسبوق انه يتشاف قبل كده، واحدة من اعظم نزالات الهيل سيل في التاريخ، اثباتات مجنونة ما كانش حد يصدق انه يشوفها. مايكلز حاول يهرب لكن تيكر كان بيمنعه، عشان وتيكر بيستعد انه يعمل التومب ستون، النور مرة واحدة بيطفي. كين بيخسر الاندرتيكر النزال ويتسبب في فوز مايكلز، وللمرة التانية على التوالي مايكلز بيقدر يفلت من تحت ايد الحانوتي، عشان تيكر يقرر ان لو ما قدرش يكحم مايكلز في قفص الجحيم فهو هيدفنه جوه التابوت، عشان فعلا يتحدد نزال اخر بين الاتنين في الرويال رامبل 98 من نوع كاسكت ماتش، نزال الهدف منه انهاء كل النار اللي بين الاتنين. عشان وبعد نزال حلو ظهر فيه مايكلز ان خوفه من تيكر بدأ يقل عن الاول، النزال بيوصل لامتاره الاخيرة. لكن اللي حصل بعدها كان كارثة. مايكلز بيكسب النزال، لكن ده ما كانش المهم ان مايكلز مصاب اصابة خطيرة، اصابة قادرة تجبره على الاعتزال. عشان وبعد نزال مايكلز مع اوستن في الريسل مانيا 14 مايكلز بيغيب، وعداوته مع تيكر بتتوقف ولمدة 9 سنين. طوال الفترة من 98 لحد 2002 مايكلز كمل غيابه، بينما تيكر كان بيعظم ويمجد من تاريخه في الريسل مانيا، لدرجة ان في سنة 2002 وبعد فوز اندرتيكر على ريك فلير بدأت الاشارة بشكل رسمي للستريك كشيء معترف بيه. وفي سنة 2002 شون مايكلز بيرجع من الاعتزال، لكنه بيرجع شخص اكبر وانضج من الاول، وفي نفس الوقت اللي كان تيكر بيكبر من اسم الستريك سنة عن سنة، شون مايكلز كان بيقدم احلى وافضل نزالات في عرض الريسل مانيا. فلو تيكر بيفوز على ناس زي اورتن وهنري وايج، فمايكلز بيقدم تحف مع سينا وكيرت انجل. عشان مع كل المعطيات دي الاتنين دول مسألة وقت مش اكتر. مايكلز وتيكر هم اخر اتنين في الرويال رامبل 2007، وبعد ما الاتنين قدموا ماتش تاني جوه الرامبل فكر الناس كلها بمدى عظمة وتناغم الاتنين دول مع بعض على الحلبة، تيكر بيقصي مايكلز عشان يفوز بالرويال رامبل. عشان بعدها بسنة واحدة بس الاتنين بيفتتحوا نزال الرامبل 2008 وبيقدموا عظمة سوا كعادتهم، عشان بسويتش ميوزك مايكلز بيقصي تيكر. عشان مع كل المعطيات دي وان الاتنين اقصوا بعض من الرامبل لسنتين ورا بعض، اعلان العداوة بينهم كان لازم يحصل. عشان في سنة 2009 شون مايكلز بيفوز بنزال ضد كوزلوف، نزال خلاه ياخد فرصة لمواجهة الاندرتيكر في الريسل مانيا 25، ومن هنا بدأت العظمة. بروموهات روعة ممتعة جدا بين الاسطورتين، سيجمنتات فعلا قادرة تحكي لك قصة. مايكلز اللي حقق كل حاجة في المجال ومش باقيله اي حاجة غير حاجة واحدة بس، وهي كسر سلسلة الاندرتيكر. والناحية التانية اندرتيكر اللي فنى عمره وضيع حياته وفرص كتير جدا، وكل ده عشان يبني مجده بالستريك اللي مهما كسب ألقاب مش هيقدر يعوضها تاني. بيج فايت فيلد بالمعنى الحرفي للكلمة في الطريق للمنيا 25، وانتهى الطريق بسويتش ميوزك من مايكلز على اندرتيكر، عشان ما يتبقاش دلوقتي غير نزال الأحلام. نزال عظيم، نزال أسطوري خرافي، نزال أقل حاجة توصفه هي كلمة عظيم، نزال تقدر تفرجه لأي حد عايز يبدأ يتفرج على مصارعة. الستوري تيلينج بينهم جوه النزال نفسه محدش يقدر يعمله غيرهم.
البداية بالاندفاع ونمو رغبة مايكلز طول مراحل النزال انه خلاص لازم ينهي السلسلة. ده حاجة كانت اسطورية. وتيكر بالحركة بس كان بيحكي قصة. حتى البوتش اللي كان ممكن ينهي حياة تيكر زود من سينمائية ودرامية النزال. عشان نوصل للأمطار الأخيرة، مون سولت بيتقابل بمسكة من تيكر، وتوم ستون بينهي النزال. والكل قال خلاص تيكر نهى النزال ونهى مايكلز. لكن مازال للقصة بقية. عشان في حفل الإسلامي أووردز فاز نزال مايكلز وتيكر بنزال السنة. عشان مايكلز وهو بيستلم الجايزة بيوجه الكلام لتيكر وبيقول انه كان قريب جدا ينهي الاستريك. فلو تيكر شايف انه يقدر يكسبه تاني فهو بيطلب منه نزال اعادة، والنزال ده في الريسلمانيا 26. وبالرغم من طلب والحاح مايكلز على تيكر، لكن تيكر كان رافض وما كانش قابل انه يوافق ابدا. عشان مايكلز يقرر انه لو مش هيلاعب تيكر بالتراضي فهو هيلاعبه بالغصب. عشان كده مايكلز يدخل نزال الرويال رامبل 2010، وبالرغم من بقائه لاخر 4 لكنه ما قدرش يفوز وخرج على ايد باتيستا عشان يقرر انه هينافس في تصفيات التشامبر. ولكن للاسف برضه بيخسر قصاد راندي اورتن وبيخسر الفرصة. عشان بعد كل الاحباطات دي شون مايكلز يقرر انه هيعمل المستحيل عشان يلاعب تيكر في المنيا 26. بالطريقة دي مايكلز انهى اخر فترة للظاهرة بلقب العالم. عشان في الرو بعد كده وبرومو بينهم اندرتيكر رسميا واخيرا يوافق على طلب مايكلز وانه فعلا هيلعبوا مرة كمان في الريسلمانيا 26، لكن تحت شرط واحد بس. If you defeat me, you end the streak. If I beat you, your career is over. بالجملة دي اتحدد النزال الرسمي بينهم، أعظم إنجاز في تاريخ المصارعة الحرة، وهي الستريك قصاد مسيرة أعظم مؤدي في تاريخ المصارعة. عشان وبعد بناء هو أفضل كتير من بناء النزال اللي فات بينهم في الريسلمانيا 25، وده راجع طبعا لعامل وجود عمق أكبر في القصة بينهم. نوصل ليوم المعركة، أندرتيكر ضد شون مايكلز، ستريك فيرسز كارير. نزال عاطفي درامي، الاتنين أبدعوا في حكاية القصة بينهم. كان نزال مصارعة هو أقل من نزال 25، لكن كتكامل فهو أفضل منه وبكتير. قصة بتتحكي على الحلبة، هوس مايكلز بكسر السلسلة ودخول التاريخ قصاد حلم تيكر انه يعتزل والستريك مش مكسورة. نزال فيه ستوري تيلينج من الاساطير وفيه سبوتات كتير جدا، اشهرهم المون سولت العظيم ده من شون مايكلز. عشان في النهاية نوصل لمشهد الختام، اندرتيكر واقف ومايكلز بيمسك فيه علشان يقوم. تيكر عايز ينهيها لكنه في نفس الوقت مش عايز ينهي مايكلز. لكن في لقطة بتبين قصة عداوتهم كلها، مايكلز بمنتهى الكبرياء يضرب تيكر بالقلم عشان بتعابير وش أسطورية توم ستون ويهد تيكر ويفوز، ورسميا الستريك تكمل وشون مايكلز rest and peace. عشان وبعد النزال نشوف لقطة بتحكي تاريخ، بتحكي عداوة أسطورية، سلام أسطورتين على بعض وحضن وداعي بينهم. حضن أعلم معاه نهاية الكراهية، نهاية الغل، نهاية المنافسة ما بينهم. عداوة بدأت باختلاف وانتهت باتفاق واحد بينهم، وهو حبهم للمصارعة الحرة، والأهم من ده هو احترامهم وتقديرهم لبعض. عشان مع وداع مايكلز للجماهير وخروج تيكر على الرامب نقدر نقول إن عداوة العقد قفلت آخر صفحاتها.